الحلقة ال 22 من مسلسل المداح. صابر بيفتكر لما سميح كان بيقوله انا بستغرب ان انت وحسن اخوك بتحبوا بعض قوي كده وصحاب كمان، بس هو عليه حاجات تجنن. قعدوا يضحكوا ومبسوطين وقعدوا يتكلموا مع بعض عن الغيرة. وصابر وصل عند البيت اللي فيه المقبرة، وقف قدام الباب، سمع وهبة وهو بيتكلم مع زين بيقوله احنا بنلم الآثار وهنخرج، واطمن الواد بخير، المهم حسن يتلم. صابر زق الباب ومسك في وهبة قال له ابن حسن فين؟ وهبة قال له اسأل اخوك، هو اللي رماه في البحر. صابر قال له اللي اترمى مش ابن حسن ولا جثة بني ادم، دي لعبة منكم انت وزين، انت ابن حسن فين؟ وهبة سكت وما بقاش عارف يتكلم، وفجأة صابر حس بحاجة غريبة، سابه وفضل يبص حواليه في كل حتة، وسمع صوت علي دخل يدور عليه. وزين جاب منال ورحاب عند البيت اللي فيه المقبرة. رحاب قالت ايه ده؟ دي عربية صابر. وداخلين البيت لقوا صابر خارج بالواد. منال خدته منه. صابر فضل يزعق لزين، قال له ايه اللي انت عملته ده؟ انا مش حذرتك تبعد عني وعن اهلي؟ زين قال له انا معرفش حد هنا، دي ارض اخوك، انا واحد كلمني قال لي ان الواد مخطوف هنا فجيت اشوف. رحاب سالته الواد كان بيعمل ايه معاك يا صابر؟ وبتعمل كده ليه؟ صابر قال لها ما كانش معايا، ده كان مع رجاله زين جوه. وهبه واقف بيسمع الموضوع استخبى. رحاب قالت له اللي احنا شايفينه ان الواد كان معاك انت. منال زعقت وقالت ابعدوا عني وعن ابني انت واخوك، ومشيوا. وام حسن في البيت بتدعي وزعلانه. دخل صابر، قالت له اخوك وابنه فين؟ صابر قال لها لقينا الواد، انما حسن دورت عليه في كل حته مش لاقيه. ام حسن اتخانقت معاه وقالت له مش واخد بالك انك ما بيحصلكش حاجه واحنا كلنا اللي شايفين السواد؟ صابر قال لها هم بيؤذوني بيكوا وانا ما اتخليتش عن حد فيكوا ابدا. قالت له يبقى خلاص ما تتخلاش عن اخوك وما تدخلش البيت هنا غير وهو معاك. صابر قال لها حاضر ومشي وهو زعلان. ركب عربيته بيدور على حسن في كل مكان، بيرن على تليفونه مقفول. فضل طول الليل يلف ويدور لحد ما الصبح فكر يروح يشوفه عند المقابر. لقاه فعلا هناك، قعد واتكلم معاه وقال له ابنك بخير. حسن قال له ازاي؟ ده انا رميه في البحر بايدي. صابر قال له ضحكوا عليك يا حسن، انا رحت جبته من البيت اللي كانوا مخبيينه فيه. وخده ومشي راح عند علي عشان يطمنوا عليه. زين نزل يتخانق معاه، بيقولوا ليك عين تيجي بعد اللي عملته ده. حسن فضل يضرب فيه، صابر مسكه وخده ومشيوا. وراحت رحاب لسميح، قالت له انا ما بقتش فاهمه صابر، هو اللي قاله زين ده حقيقي ولا هو مظلوم؟ سميح قال لها كفايه كلام على صابر بقى، مش انتوا اطمنتوا على الواد وهو بخير خلاص؟ وقاعدين بيتكلموا كاسيا دخلت سلمت على سميح وعلى رحاب. سميح عرفهم على بعض. كاسيا قالت لها كان نفسي اشوفك قوي. رحاب قالت لها انتي تعرفيني منين؟ كاسيا قالت لها اي حد غالي على دكتور سميح لازم اعرفه. سميح قال لهم هسيبكم مع بعض واروح اعمل تليفون، وسابهم ووقفوا كاسيا ورحاب يتكلموا مع بعض. وراح صابر البيت ومعاه حسن. امه حضنته وفضلت تعيط. حسن قال لها انا عايزه انام، عايزه اريح، ودخل جوه وسابهم. ام حسن قالت لصابر حقك عليا ما تزعلش مني. صابر قال لها انا عمري ما ازعل منك ابدا. ودخل صابر خلوته بيقرا في الكتاب، فتح الصفحه بتاعه تفسير السهم، صورها وبعتها لهيثم على الواتساب، ورن عليه قال له انا بعت لك الصوره فيها علامات، لو عرفت توصل لتفسيرها بلغني، او لو عرفت العلامات دي موجوده فين دلني عليها. وسميح بيوصل رحاب بعربيته، قال لها هي كاسيا ضايقتك في حاجه؟ رحاب قالت له لا ابدا، بس انا حسيت انها قريبه منك. سميح قال لها هي وجوزها قريبين مني فعلا، هما زي اخواتي. وقعدوا يتكلموا مع بعض شويه، وبعد كده دخلت بيتها وهو مشي. وصابر لسه بيبص على السهم وبرضه مش فاهم حاجه. هيثم بعت له رساله صوتيه، قال له انا دورت ورا الصوره اللي انت بعتها وعرفت المكان بتاع العلامات دي فين، ربنا معاك، هبعت لك اللوكيشن. ومنال قاعده، زين نزل من فوق قال لها انت من امبارح ما سبتيش الواد، خلاص بقى ما تقلقيش عليه، الحمد لله هو كويس وانا معاكي ما تخافيش. قالت له وانت عرفت ازاي ان صابر هو اللي عمل كده؟ قال لها انا ما كنتش اعرف ان هو، انا كنت عارف ان اللي خطفوه في البيت ده، واحنا شفنا كلنا بعينينا ان صابر راح يجيب الواد. بصراحه انت المفروض تشكريه، لان لو هو ما كانش لحق الواد كان ممكن حسن يعمل فيه حاجه، وبصراحه بقى انا شايف انكم تقطعوا العيله دي، حتى العيال احرموهم منهم. ووصل صابر المكان اللي فيه العلامات اللي بيدور عليها ودخل جوه. وراحت منال لام حسن قالت لها صابر هو اللي كان خاطف ابني. ام حسن قالت لها لا ابني ما يعملش كده. منال قالت لها لا عمل كده واساليه. ام حسن قالت لها انا مش محتاجه اساله، انت اللي محتاجه تراجعي نفسك، مش انت خلاص ما بقيتيش على ذمه حسن؟ سيبيه في حاله وسيبينا احنا كمان في حالنا. وماشي صابر في المكان بيبص على كل حاجه موجوده. سميح ظهر له هو وعماد، قال له مفيش زهير ومفيش ورث ومفيش داعي كمان وجودك هنا، الورث مش هنا ولا في اي مكان تاني. صابر بقى مصدوم، قال لي عماد كان في 100 حاجه بتاكد لي انك معاهم، معقول ده انت اتاذيت منهم؟ سميح قال له انت محتاج تعيد نظر في حاجات كتير قوي. صابر ابتسم قال له لو فاكر ان حركه عماد دي هتقتل ثقتي في كل اللي حواليا تبقى غلطان. سميح قال له عماد بقى معايا وانت كمان لازم تختار وتبقى معايا. صابر قال له انا اخترت ربنا سبحانه وتعالى وفرصتي اخترتها خلاص. وقفوا يتكلموا شويه. سميح قال له انت مفتاح البوابات يا صابر، من غيرك ما كنتش فتحت اللي فات ولا هفتح اللي جاي. واختفى وظهر مكانهم تراب جامد. وصابر مشي.
ورحاب راحت عند الدكتور سميح مخضوضه، قالت له مالك انت كويس؟ قال لها اه دلوقتي بقيت كويس. قالت له خضتني عليك، من مكالماتك صوتك كان متغير غير صوتك دلوقتي خالص. سميح قال له ده ما يفسرلكيش حاجه، من ساعه ما ظهرتي في حياتي وانتي قلبتيها، انا مبسوط قوي اني معاكي. رحاب قالت له انت في مكانه كبيره قوي عندي، وانا بصراحه ما فكرتش فيك كده. سميح قال لها لا فكرتي، بس انتي بنت اصول ما تقدريش تقولي، انتي اللي فرط فيكي يبقى خسران. ممكن تسمحي لي اكلمك قبل ما انام؟ رحاب قالت له طبعا تكلمني في اي وقت، وسلم عليها ومشيت. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. اتمنى لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.